لو ما شفتش الاجزاء السابقه من حكايه انج روح شوفها، وهتلاقي رابطها في الوصف وفي تعليق مثبت. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتصلوا على النبي محمد. ويلا بينا نبدا. وفي مكان غريب بنشوف القائد الثالث وهو بيكون بيدور على المحاربين، وبيعدي من جنب الوحش بسرعه جباره لدرجه ان الوحش ما بيقدرش يشوفه من سرعته. والقائد الثالث بيجي وراه وبيضربه، وبيهجم عليه الوحش التاني، ولكن القائد الثالث بيتفادى الضربه وبيضربه برجله، وحرفيا بيسف بيه تراب الارض. وبيقول القائد الثالث انه استكشف المنطقه وما شافش غير الوحشين دول الضعفاء، واللي يبدو كده ان الاطفال ليسوا هنا، وانه لازم انه يستمر في البحث ويلاقيهم قبل غروب الشمس. وفجأة بيسمع صوت انفجار، والانفجار بيكون كبير جدا والهلا بيكون في كل مكان. وبيقول القائد الثالث اي نوع من موجات الطاقة واللي جت من الاتجاه ده هما كام واحد، وعند الوحش بيكون هينزل على الارض وبيقف على الارض، وبيقول انه متوقعش انه هيستيقظ في المكان المظلم. اجب على سؤالي، منذ ان اختفيت هو لسه الملوك الخمسة المجنحين متواجدين حتى الآن؟ فبيرد الوحش وبيقول له أيوة هؤلاء هم الملوك الخمسة، ما زالوا خمسة لم يتغيروا. فبيقول له ملك الوحوش يبدو أنهم تعايشوا مع بعضهم البعض، وبيضحك بكل خبث وبيستخدم قوته، وبيقول هم نسيوا عملوا لي ايه من 60 سنة. انا اخترت جسد المحارب الاقوى المشهور كحاوية، لكن ما توقعتش ان يكون جسم ضعيف بعد التناسخ. لقد خاب املي، اخر جزء من قوتي ضاع على هذا الوضع السخيف. يبدو انني ساعود عندما استيقظ بالكامل. كل ده هيحتاج الكثير من الصبر. انا محتاج الى انتظار المحارب الاقوى لفهم ذاكرة الاجنحة تدريجيا. بيرد على الوحش وبيقول له ان اللي قاله الملك عن الذاكره اللي هي بتستخدم في التطور والتطور الاجنحه الالتواءات الواضحه على اجسادنا. الكميه تحدد المستوى، كلما زادت الكميه زاد المستوى. وبيقول ملك الوحوش ان يحتاج عقلنا المظلم الى ذاكره الاجنحه لتنميه اجنحه جديده للتطور. هذه قدره فريده من نوعها، انها ايضا سبب تجاوز قوه عقلنا دائما للاعراق الاخرى. هذا المحارب البشري يدعى انج، وهو الآن مثلك. فبيقول للوحش الأمر فقط إنك بحاجة إلى إنك تاكل وحش من نفس المستوى من العمق المظلم، وهو يحتاج لامتصاص قوة عشيرة الظلام هو أعلى من مستواه الحالي لفهم ذاكرة الأجنحة. فبيقول له ملك الوحوش ثم التطور يمكن اعتبار هذا أيضا هدية مني لكيكي. فبيقول له الوحش يا ملكي ادعمني، هذا الصغير سأساعدك في كل شيء، سأصبح لك ذراعك اليسرى واليمنى، سأساعدك. فبيكمل ملك الوحوش وبيقول لا أستيقظ، انت مش مستحق كده، قيمتك الوحيدة فقط الذاكرة المسؤولة عن إنقاذ هذا المحارب البشري. أيها المحارب البشري، لقد مهدت الخطوة الأولى لك، ما تخذلنيش مع الترقيات المستقبلية. أريدك أن تستيقظ خطوة بخطوة إلى الثمانية أجنحة، حينها سأستيقظ من نومي العميق وأعود. واللي مش فاهم هو دلوقتي عمل ايه؟ كل اللي هو عمله انه نقل قوة الوحش لقوة انج. يعني دلوقتي انج بقى عنده قوة خشبية لما يستخدم قوة الوحوش، غير طبعا اللي اقوى محارب في عالم البشر، يعني حاجة جامدة جدا. وبتبدأ تدخل جوه انج، وملك الوحوش بيبقى نايم جوه انج كحاوية ليه، وبتبدأ ايدي تتحول على انج، وبيفتكر انج اللي حصل، وبيقول له اصحابه اللي ماتوا ايها الملك لا اريد ان اموت، إنها لا تزال تنتظرني للعودة. فبيقول له أنج أنت مش هتموت، أنا هخرجك من هنا. وأول ما بيبص له هنا كانت الصدمة. بيقول له لكنهم جميعا ميتون، لماذا أنت الوحيد على قيد الحياة؟ وبيصحى أنج وبيكون مرعوب، وبتشوف شعره اللي اتغير. وهنا برضه كنت عايزه انبهكوا لحاجه، كل ما يطلع قوه الوحش هيبدا جسمه يتغير وكل حاجه، لان الشعر الابيض ده بتاع ملك الوحوش اصلا، وده معناه انه اكتسب قوه من ملك الوحوش. وكل ما يقتل وحش عنده اجنحه هيزداد قوه وياخد مهارته. يعني دلوقتي هو بقى عنده القوه الخشبيه، ولسه بقى لما يقاتل وحوش تانيه هتشوف قوه جباره. وبيقول انج هو حلم، ايوه هو حلم، انها ذكريات. وبينادي على اصحابه وبيقول له صاحبه هو انت صحيت اخيرا؟ وبتقرب البنت منه وهي بتقول له هو ايه اللي حصل لشعرك؟ هو خدك الوحش ليقوم بصبغته؟ وبيقول لهم انج لحظه، انتوا التلاته عايشين وبخير؟ انا فاكر ان لما اخدنا الوحش المجنح الى الكهف في الارض بيطلع عليه القائد الثالث وبيقول له يبدو انك تذكرت شيئا، قول لنا ايه اللي حصل في الكهف. فبيسألوا انج النقيب جي هو انت ليه هنا؟ فبتقول له القائدة التانية انه يعيد اربعتكم الى هنا من قبل تانغ. وبيقول القائد الاول انه شافهم كلهم خارج الكهف،
وانهم كانوا جميعا فاقدين للوعي، ودي حاجة كويسة ان الوحش ذو الزعانف الواحدة لم يتم العثور عليه في اي مكان، والا لكان صعب علينا اعادتكم بامان. وبتقول له القائدة التانية اللي استيقظ كله، ولكنهم جميعا قالوا انهم مش عارفين حاجة وايه اللي حصل في الكهف ومش فاكرين، والشخص الوحيد اللي كان في غيبوبة وحدثت تغيرات كبيرة في مظهره هو انت. وبتديله المراية وبيشوف شكله بعد ما اتغير، وبيقول انج شعري هو ايه اللي حصل كده؟ انا فهمت هي كانت بتتكلم عليه، كل شيء مختلف كثيرا بعد ان تجسدت. اما بالنسبة لما حدث في الكهف فانا اتذكر فقط انني فقدت الوعي بعد اني تعرضت للهجوم. حول ما حدث بعد ذلك انا مش متأكد هو ايه. هو لازم ان اقول لهم بكل اللي حصل حقيقة اني اتجسدت من جديد؟ لا، هيكون ذلك مزعجا جدا. بالاضافة الى ذلك قد لا يصدقوني لانني لست على دراية بما حصل لي، واللي محتاج دلوقتي لاستخدام هويتي كأنج لا أقوم بحد كلي وتوضيح كل شيء. وبيقول لهم انه فكر الاستيقاظ بشكل غامض للحظة، وهو ده سبب علمي انه تم احضارنا الى الكهف، وبعد كده انا فقدت الوعي ومش فاكر ايه اللي حصل بعد كده. وبيفكر القائد التالت وهو بيقول هو فعلا كان فاقد للوعي؟ هو انا بفكر كتير. طيب واللي شفته في الكهف ذلك الجدار من الدم المتناثر ايه سبب كده؟ وبيقول القائد الاول وبيقول له انت اسمك انج صح؟ انت بتشارك نفس الاسم مع المحارب الخارق. لقد رأيت الاختبارات والنتائج اللي جربتها واساسك ضعيف، ولكن عندما تقاتل وحوش تبدو هادئا جدا. انت قتلت وحوش قبل كده؟ بيقول له انج لا انا ما عملتش كده، انا فقط لدي رغبة في القتال. لقد جمعت التفاصيل وحللت نقاط الضعف في كل نوع من انواع الوحوش. وبيقول انج هو صح، ايه هي نتائج اختباراتي؟ فبتقول للبنت انه نجح في الاختبار، وبيقول للولد لان الحدث ده يعتبر مصير. وبتقول راكيش الذي لا تبتسم ان مقارنة بالفرق الاخرى احنا فعلا متأخرون. فبيقول لهم انج هو احنا اتأخرنا عن الفرق الاخرى؟ وبيقول له القائد الثالث انه يحتاج الفريق الى النجاح من اجل الحصول على المهمة وجمع النقاط، وانت كنت فاقد للوعي ل3 ايام، علشان كده ليس لديه اي نقطة. وبينصدم انج وبيقول هو انا كنت فاقد للوعي لمدة 3 ايام؟ وبيبدأ الفريق يجهز والناس بيكونوا منصدمين منهم، وبيقولوا ان هو ده الكابتن جي ياو، وان دول شكلهم محاربين جدد ومجموعة جديدة من المحاربين تجمعت هنا منذ 3 ايام وكلهم صغيرين. وبيقول لهم القائد الثالث انا دلوقتي هشرح لكم القواعد. بدأ كده بإني أهنيكم تهانينا لكم، لقد أصبحتم محاربين رسميا. في نفس الوقت القدرة على العودة بأمان بعد مواجهة وحوش ذو زعنفة واحدة. أهنئكم جميعا لأنكم محظوظون جدا بالعودة من ذلك. ولكن طبعا لو عرف الحقيقة هينصدم ان انج هو اللي نفخهم ولا حظ ولا حاجة، كل الموضوع ان انج جامد. وبيكمل قائد وهو بيقول اللي كما ذكرنا سابقا تم تجميع ال4 منكم كفريق واحد وتم تفويضكم تحت رعايتي، وده يعني ان الكابتن المسؤول عن رعاية فريقكم. اجمالا انا حاليا مسؤول عن 9 فوق، وانا املي انكم تبرزوا بيهم يا رفاق. فانج بيرفع ايده وبيقول نبرز بيهم؟ هو يعني ايه ده؟ فبيقول له القائد الثالث ان اصبح القواعد ان تصبح محاربا اكثر تعقيدا بكثير الان مقارنة بما كانت عليه من قبل. قبل كده في اللحظة اللي اصبحنا فيها محاربين تم ارسالنا الى ساحة المعركة واكتسبنا القوة وهويتنا كمحاربين يقاتلون الوحوش. فبيقول له صاحبه يا انج هو انت ما سمعتش يوما عن تصنيف نقاط الفريق الصغير؟ فبيقول انج تصنيف نقاط الفريق الصغير؟ وبتقول راكيش الذي لا تبتسم في سرها انت فعلا مبتدئ لا يعرف شيئا، احنا حاليا الفريق اللي اقل مرتبة، لا تسحبني للاسفل. وبيشرح القائد التالت وبيقول لهم ان التمييز بين الاخرين يشير الى ترتيبك في تصنيفات نقاط الفريق الصغير، والسبب في كده ان لدينا قادة مسؤولين عن العديد من الفرق الصغيرة، هو اننا يمكننا تحفيز المنافسة الصحية من خلال تصنيف النقاط وتحسين تلك الفرق. وبما انني مسؤول عن 9 فرق سيتعين عليكم التنافس مع 8 فرق اخرى، وان يمكنك الحصول على النقاط من خلال استكمال المهام من مستويات مختلفة، وان كلما ما زادت النقاط ارتفع مرتبتك، وان مع رسول قادة الثلاثة كل شهر الفريقان الذي لديهم اكثر عدد من النقاط و6 فرق صغيرة هيدخلوا في مسابقة فرق صغيرة هتكون برضه في جوائز لافضل فائزين. وبالمثل كل قائد مسؤول لديه فريق في المركز الاخير هو وفريقه يجب ان يتلقوا العقاب، سيتم تخفيض رتبتهم الى طاقم التنظيف، وهيتعين عليهم الانتظار حتى الشهر الثاني حتى تصل الدفعة التالية من
وإنفاق المركز الأخير. وبيقول أنج إن ده مش مريح واللي لا عجب إن الشوارع نظيفة جدا. فبيقول له القائد الثالث اللي هي دي القواعد المحاربين، واللي مش هيكون هناك طفرة سوى في المنافسة، وهتستمر الوحوش في التطور، علشان كده لا يمكن الاسترخاء كمحاربين، وإن سيتو هي اللي هتكون قائدة الفريق. وصاحب أنج بيهنيها وبيقول إن لسه سيتو شخصية دقيقة، علشان كده أنا مش معترض. وكمان البنت بتقول نفس الرأي، وبيتعصب أنج وبيقول هو ليه ما خدنيش أنا أنج، أنا كنت أقوى محارب للبشرية الذي سمى بالملك. وبتبدأ تتحرك وبتقول إنهم هيكملوا مهمتهم، وبيقول لهم القائد إن لسه هيبدأوا بعد الظهر، وإن يمكنهم الذهاب وتحديد نوع المهمة اللي يجب على فريقهم القيام بها، وإنهم يلقوا نظرة على النقاط الفئة الصغيرة. وأيضا هيكون عليكم إنكم تعتادوا على بدلات قتال النانو الخاصة بكم في المواقع الفعلية، وإنكم تعالوا وهتلاقوني لو في أي مشكلة. وبيمشي، وبعد كده الفريق بيتصور عند القائد التالت. بيقول أنت فاكر إيه؟ إن الوحوش بدون زعانف اللي بيتم العثور عليها بالقرب من الكهف قد انفجرت، واللي داخل الكهف كانت هناك علامات لدماء وحش مجهول تلاصقت في كل مكان. فبيرد القائد الاول وبيقول له انت بتحاول تقول ان هؤلاء الاطفال الاربعه عملوا كده؟ فبيقول له القائد الثالث انا شاكك في واحد بس، انه الشخص الذي يدعى أنج. انا انفي حاسه بشكل لا يصدق لكنه منه استطيع دائما ان اشم رائحه الكراهيه، انها مألوفه لي وغير معروفه. وبكلامه ده معناه بيقول ان أنج وحش. فبيقول له القائد الاول خلينا نراقبه بس، واللي انت لو لاحظت اي حاجه مريبه فاخبرنا بذلك. وعند أنج بيكون بيبص على لوحه مهام مركز المدينه وبيقول ان رائع، وهناك 3 مهمات من رتبه A، ويمكن ربح 10 نقاط لكل مهمه من المهام رتبه A فقط. فبيرد صاحبه بيقول له يا أنج انت مش عارف حاجه، مهمات الرتبه A هي اعلى نوع من المهام اللي يمكن انك تلاقيها. وبتقول له البنت التانيه اللي يمكن ان هؤلاء ال3 في المرتبه A لانهم الاصعب. وبيقول صاحبه انه مقارنه ب6 نقاط للمهمه من الرتبه B و3 نقاط للمهمه من الرتبه C، مهمه الرتبه A التي تبلغ 10 نقاط، واللي مهمات الرتبتين C و B هي المهام أكثر أمانا، في حين أن المهام ذات الرتبة A غالبا ما تنتهي بخسائر فاضحة. فبيقول أنج إنه فهم، وبتبدأ البنت لا تتحرك، وبيقول أنج إنهم لازم ياخدوهم كلهم